عليكم، كيف الحال؟ أتمنى من الجميع يكونوا بصحة وسعادة، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم بتشوفوني وبتتابعوني. وصفة اليوم دجاج مشوي بالفرن بتتبيلة على طريقتي. عندي الدجاج قطعته وغسلته كويس بالمية والطحين والملح والخل والليمون، وصفيته من المية وعملت فيه عدة شرحات للدجاج. وبعد ما نتبله حطيت معلقة ملح أو ملح حسب الرغبة، ومعلقة كبيرة من البهارات الدجاج، ومعلقة صغيرة من بهارات الكبسة المطحونة، وبابريكا مدخنة معلقة كبيرة، ونص معلقة كركم، ومعلقة نشا. وبعدين حطيت عليه كاتشب تقريبا 4 معالق، ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس، وزيت الزيتون، ومعلقة ونص زعتر ناشف، وآخر إشي بحط عليها كوب من اللبن الزبادي. هلا بدعك اللبن والبهارات كلياتهم بالدجاج حتى يدخل جميع النكهات والبهارات الموجودة بفتحات عون الدجاج. وبعدين آخر إشي بحط نص كوب من المية، وبغلفهم بالقصدير أو بتركهم لمدة ساعتين حتى جميع التتبيلة والنكهات تدخل جوا الدجاج وتتنكه الدجاج منه كويس. وبعدين بنحطه بالفرن لمدة ساعة ونص تقريبا. وهيك عندي الوصفة جهزت عندي. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.